الشباب اللي عملوا كده، ومن اول الناس دي كان شباب راديو حريتنا. ورمضان دوت راديو حريتنا هيعمل حاجه جديده، يعني بغض النظر دلوقتي بداوا يعملوا مش على الانترنت، بيعملوا برامج بيذيعوا اغاني، لكن الجديد كمان ان يعني مثلا حاجه زي حريتنا او راديو زي حريتنا هينتج دراما رمضان دوت، وهينتج كمان روايه كان معانا اللي كتبها قريب جدا قبل ما نطلع اجازه، محمد التهامي، روايه هيرابوليس. ومنورنا في الاستوديو مخرج المسلسل الاستاذ احمد عبد المجيد والسيناريست حسين هاشم. مش هنأسس هي بس استاذه دي في الاول كده يعني معانا احمد وحسين. اهلا بيكم، منورنا. قبل معلش انا اسف جدا، بس قبل ما نتكلم معاكم في التفاصيل اللي عايزين نعرفها، احنا عملنا تقرير صورناه معاكم في الاستوديو وانتم بتحضروا المسلسل، هنروح نشوفه ونرجع تاني. اوكي. الاستوديو موجود والاختيار الممثلين هو بس كان في فتره يعني هو زحمه شويه، الناس كتير، احنا اول ما قلنا على الفكره ناس كتيره جدا ابتدت تقدم، ناس كتيره جدا جت، وكنا مش قادره اقول لك المكان هنا كان بيتملي تقريبا يوميا يعني، لحد ما قدرنا نقف على الكاست اللي هيبقى موجود معانا. هو المسلسل بيدور من نهايه القرن ال19 لحد عصرنا الحالي. اولا انا يعني قريت الروايه طبعا، روايه جميله جدا، بيتأرخ لحاله اجتماعيه كبيره من في الفتره دي لحد دلوقتي من خلال مدينه السويس نفسها. ففي تشابكات كتير جدا بالناس كتير جدا، وروايه فيها 40 بطل، يعني ناس بتتجوز، ناس بتعرف بعضها، وناس بتخون بعضها، قصه فيها كبيره قوي يعني. المشهد ده اخر المشهد هي بتحضنه وبعد كده بتسيبه وتمشي، هي افضل عايز مش لحظه ايه هقول انت بتحضن الحضن ده هيفكرك بذكريات حلوه لو في يوم في يوم قاعد على الفيسبوك لقيت رسالة جت بتقول في مسلسل راديو حريتنا هيعمل مسلسل وكده، فانا رحت قدمت وعملت تست الصوت، الحمد لله خدت دور. المخرج يعني منبه علينا ان ما حدش يتكلم عن دوره اللي هو الموجه ليه، عشان خاطر يعني يكون في سريه تامه، واحنا دلوقتي يعني بنقوم ببروفات عشان نحضر نخش بنجهز يعني لتسجيل المسلسل.